طبعا رومان احنا خرجنا خارج السياق الفني الخاص بالمباراة، ولكن كلاعب تونسي حاتم الطرابلسي واحد الاساطير والذي ايضا توج بكأس افريقيا للمرة الوحيدة والأولى للمنتخب التونسي، بكل تأكيد هناك حرقة، هناك غضب عما قدمه المنتخب التونسي. حتى لم نشاهد هيرفي رونار يستطيع تقديم أي إضافة فنية بناء على الأسماء الموجودة، وحتى التغييرات لم تعطي الإضافة بالنسبة للمنتخب التونسي، والخسارة كانت موجعة 4 أهداف أمام اليابان. طبعا هذه نتيجة مخيبة للأمال بالنسبة للجماهير التونسية. أن ترى الجماهير التونسية تؤدي اللاعبين يؤدون بهكذا طريقة، هذا شيء محبط، ولا يمكن أن نلقي بالمسؤولية على المدرب. طبعا الوضعية كانت معقدة جدا بالنسبة للسيد هيرفي رونار، لم يقم باختيار اللاعبين وتوجب عليه أن يتأقلم مع ما وجده. أن المشكلة هي مشكلة ذهنية بالأساس. التونسيون كانوا قادرون على القيام بشيء أحسن. بصراحة الأداء كان هزيل جدا وفقر كروي بأتم معنى الكلمة. انتظرنا الأحسن وانتظرنا جاهزية ذهنية أحسن، إذا خيبة أمل كبيرة، وهذا سيغضب الجماهير. طبعا 14 هدفا إذا أخذنا بعين الاعتبار المباراة الودية ضد المنتخب البلجيكي، ومثل ما قال حاتم الطرابلسي لابد من أحداث ثورة كروية في تونس، خاصة في ضوء هذا الأداء الهزيل الذي قدم في هذه النسخة من كأس العالم. لابد من تحسين البنية التحتية، لابد أن تكون هناك رؤية استباقية لما يمكن أن يحدث في المستقبل، أيضا تكوين أكاديميات، ولابد من الاستثمار في البطولة التونسية. البطولة التونسية إذا عدنا إلى عقدين من الزمن كان الدوري التونسي من أحسن الدوريات في القارة السمراء، وهذا ولكن هناك الكثير من الأشياء وهناك الكثير من الإشكاليات في كرة قدم التونسية، لابد من إعادة النظر. إذن بالنسبة للمدرب أعتقد أنه لا يجب أن تضع المدرب تحت الضغط الكبير، وهذا ما حصل. إذا لم تسر الأمور على أحسن ما يرام. ثم شاركوا في منافسات الأفكون كأس أفريقيا، الأداء لم يكن جيد، والمشاركة في البطولة العربية لم تكن جيدة، ووقع طرد السيد سامي الطرابلسي، وهذا ما زاد الطين بلة. في عام 2004 فاز المنتخب التونسي بكأس أفريقيا، وكان يتوجب عليه أن يبني على ذاك النجاح ويطور كرة القدم التونسية. كانت فرصة سانحة لتحسين البنية التحتية ولم يحدث ذلك. لسوء الحظ نحن أو التونسيون يجنون ثمار ما قاموا به. لابد من عملية بين ظفرين، تنظيف بأتم معنى الكلمة لكي يطوروا كرة القدم. شكرا لمهدي فودي، شكرا لكريم، وأيضا شكرا لعلي العابدي الذي تحدث بشكل كبير حول التغييرات التي حدثت مؤخرا وفي وقت وجيز، في وقت قصير للمنتخب التونسي، وكان حديثه أيضا مؤثر. وبكى علي العابدي بعد هذه المباراة. البكاء بالنسبة للاعب يأتي مع الضغط الكبير. رومان، أنت عشت فترات طويلة مع المنتخب المغربي، لربما تكون فترة مميزة ممتازة جدا. علي العابدي يعتبر من بين أفضل اللاعبين على مستوى تاريخ تونس الحديث في كرة القدم. تحدث بحديث حول النظام الغير مبرر في عملية التغييرات في وقت وجيز، تغييرات قبل شهر من كأس العالم. هناك منتخبات تحضر، تبني مشروع 4 سنوات وما فوق، وبالتالي ما يحدث مع علي العابدي محزن بالنسبة للاعب وأيضا منتخب تونس. أعتقد أن ما قاله العابدي يبين وأنه محب
لاعب محب لوطنه ومنتخبه، تكلم من القلب، وكلامه يبين أيضا أنه كان يسبو للنجاح، ويبين وكلامه أيضا يبين خيبة أمل كبيرة أن تشارك في كأس العالم الذي يحدث كل 4 سنوات. الأدوار التأهيلية تكون صعبة، أنت لا تضمن التواجد في كل نسخ، يمكن أن تصاب كلاعب. إذن لابد من إيجاد وسائل النجاح وأدوات النجاح والحضور في كأس العالم. إذن ما ذكره العابدي أن التحضير لهذه النسخة من كأس العالم كان تحضيرا فقيرا ولم يرتقي للأمال. إذن مسألة التوقيت في اختيار الطاقم الفني والمدربين، اختيار اللاعبين، إذن مشاكل بالجملة التي سببت هذه الكارثة الكروية بالنسبة للمنتخب التونسي. إذن تبقت مباراة ضد المنتخب الهولندي، ولكن لابد أن يخرجوا مرفوعي الرأس، لابد من تشريف الراية التونسية، وعليهم أن يبينوا وجها آخر خاص بالمنتخب التونسي. أعتقد وأن هناك زمرة من اللاعبين الذين يملكون الجودة الكروية. طبعا هي مسألة ذهنية بالأساس، إذن طبعا ليس لديهم ما يخسرونه في المباراة الأخيرة، عليهم أن يبينوا وجها آخر خاصة في المباراة الأخيرة لكي يرفعوا الرأس، ولا ربما تبدأ مرحلة البناء بعد المباراة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. أتمنى لهم الحظ الأوفر، وأتمنى الحظ الأوفر للسيد هيرفي رونار، لأنه أخذ قرارا فيه جرأة كبيرة، قرارا ليس بالقرار السهل. إذن نتمنى أن يؤدي المنتخب التونسي بطريقة جيدة في المباراة الأخيرة. شاهد هيرفي رونار مع مغادرة منتخب تونس لملعب مونتري. كلمة أخيرة، الآن تبقى فقط لقاء وحيد، ومنتخب تونس أصلا خرج من هذه البطولة. تحدث عن العابدي على أمور عديدة، لكن كيف تأمل أن يظهر المنتخب التونسي في اللقاء الأخير؟ من واضح أنه علي العابدي متأثر. أنا أريد فقط أنه الجماهير أن تعرف لا يوجد أكثر حرصا من الفوز وغيرة على المنتخب أكثر من اللاعبين والمدرب. لا يوجد لا جمهور ولا شيء. ففي الأخير أنا كنت لاعب وأعلم جيدا لما أخسر الحسرة التي تقع في نفسي، ويمكن يقضي ليل كامل لا ينام. أكيد أن الجماهير تتأثر، لكن ليس كاللاعبين. اللاعب هو أكثر حرصا. اللي تعرف نجاح في كأس عالم ماذا يعني؟ تعرف تألق في كأس عالم ماذا يعني؟ يعني أنك أنت ستجلب اهتمام لبلدك، وستجلب اهتمام لنفسك، وستتحصل على أموال وكثير من الامتيازات. فهذا إشارة فقط أن اللاعبين هم قاموا بإمكانياتهم، لكن الإمكانيات لا تسمح بالذهاب بعيدا. هذه إمكانيات منتخب. أتمنى تكون هذا الانسحاب المذل. المباراة الأخيرة أقل شيء أنه لا نخسر به هزيمة كبيرة 3-0 أقل شيء 3. احنا أصبحنا يعني علامة بالمنتخب التونسي. ثم من ذلك الاستفاقة على أصحاب القرار أن يعلموا أنه لابد من الاهتمام بالرياضة في تونس. وصلنا لختام هذه التغطية. أشكر محللي BN سبورتس نجوم الكرة العربية مبارك مصطفى، رومان سايس، حاتم الطرابلسي. شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا على المتابعة. هذه تحية من فريق العمل هنا في BN سبورتس. إلى اللقاء.